السلام عليكم صاحبي. النهارده انا جايلك فيديو من لعبة اي فوتبول موبايل بقى النهارده يا جدعان. فيديو النهارده يا صاحبي يكون عندنا تجربة صلاح نسخة نجوم الأسبوع الأخيرة. نجرب كده وأقول لك هل هو كارد جامد فعلا ولا لأ. ولكن صاحبي قبل ما نبدأ متنساش تدعي لإخواتنا ربنا ينصرهم في الدنيا يا رب، وتصلي على النبي وتحط لايك فيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا على الفيديو. مبدئيا يا جدعان زي ما انتم شايفين دي الخطة اللي أنا بلعب بيها حاليا. عندنا هنا صراحة يا جدعان طلع لي نسخة نجوم الأسبوع. تعال نشوف طاقاته كده. هو مبدئيا الستايل بتاعه هول بلاير، دي حاجة جامدة جدا وحاجة نادرة كمان إنك تلاقي صراحة هول بلاير يعني. زي ما شايفين وعي 93 في البوستر، 91 دريبل، مثلا 86 استحواذ في المنطقة الضيقة، 88 فينش بالنسبة للجناح، فدي حاجة خارقة بصراحة. 83 كيرل مش أحسن حاجة ولكن يعني ماشي. سبيد واكسلريشن 91 و93 وباور 2، وعندك ستامina 89 يعني يعتبر يكمل معاك الماتش كله. والبالانس 88. عنده الدبل تاتش، عنده الوان تاتش باص، عنده شوية باصات كده اوت سايد تيرلر. والبوستر بتاعه او لا صلاح بالمناسبة يا جدعان، معلش انا غلطت، مفيش بوستر النسخة دي الحمد لله، يعني الاوفر 100 هيفضل 100 فاهم زي ما هو كده. فيلا بينا يا جدعان نخش على الديفيجن بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا حاليا ريتنج 1315 ديفيجن 3. احساسات مش احسن حاجة ولكن يلا بينا نخش في اول ماتش. تمام يلا بينا، جالنا خصم 3 شرط ودي تشكيلته 3095 90,000 تقريبا. تمام دي تشكيلة. نبدأ بقى يا رجالة، هننزل ويليامز كده مكان نيمار عشان ويليامز السهم بتاعه عالي يعني. ويلا بينا نروح نشوف تشكيلة الخصم. قيمة معاه مارادونا، سون، مبابي، فيني، ودي الدكة بتاعته مع ميسي، صليبة. ماشي تشكيلة كويسة. فيلا بينا على الماتش. كورة عند صلاح، راح صلاح اهرب، صلاح والاسيست البيلينجهام، وبيلينجهام وجول. والهدف الاول من بيلينجهام عن طريق اسيست من المو صلاح. لا شكله كارت رايق بجد يا جدعان. كورة عند كورتا وسهلة جدا عند الحارس يعني. كورة عند مبابي، ويليامز ومبابي ليفاندوسكي والارتو من ليفا. يا ليفا سهلة. كورة عند مبابي والاوت سايد وفينيسيوس، وسهلة عند تشيك. زي ما شايفين يا رجالة الماتش الأول خلص بنتيجة 1-0 عن طريق هدف بلينجهام وأسيست كمان من محمد صلاح. ودي الإحصائيات بتاعتنا. يعني ما كانش أفضل ماتش ولكن الحمد لله إننا فزنا. وصلاح خد تقييم 6.5. فيلا بينا على الماتش التاني. اوكي 3 شرط، يلا بينا نشوف هو مين. جالنا 3111. اوكي شكل تشكيلته قوية فربنا يستر يا جدعان. يلا بينا نشوف الاسهم. تمام الاسهم زي الفل. ممكن بس نجيب كانسيلو مكان سيو. ونزلنا صليبه برضه اهوت. وبس كده يا جدعان، يعني هنسيب صلاح طبعا عشان بنجربه كده. ونشوف تشكيلة الخصم معاه ديل بييرو، مارادونا، جريزمان، ومع الدكة ديابي، كيميتش، سون. يعني تشكيلة قوية بصراحة. فيلا بينا. كورة عند صلاح لليفا، بيلينجهام وصلاح والتيكي تاكا، وصلاح عند ليفا وبابا ليفا يضيع وما زالت ولكن إلى خارج الملعب. كورة عند صلاح والخطأ في الباص والانفراد عند مبابي وخطيرة جدا. والاسيست الله الهدف الأول من خطأ من صلاح فاهم. كورة روديجير يقطع، روديجير عند كاسيميرو، مبابي بلينجهام، ليفاندوسكي، مبابي نيمار والتيكي تاكا ونيمار والاسيست رابونا ومبابي والهدف التعادل. اسيست رابونا يا جدعان. كورة كانسيلو عرضية وليفاندوسكي هو شاطها كده ازاي يا جدعان. كورة عند صليبة والخطأ. صليبة ومبابي لا يرحم ولن يرحم مبابي والهدف التاني عن طريق مبابي. كورة عند صلاح والمهارة، صلاح يعدي من بيكن باور، صلاح راح والار2 ولكن سهل عند شتيجن. زي شايفين رجال الماتش التاني يخلص بنتيجة 2-1. وصلاح يعني عمل أداء رايق معانا الماتش دوت برضو. شوطنا 4 كور على الجون، جبنا جونين، يعني إحصائية كويسة برضو. صلاح عمل معانا خد تقييم زي ما شايفين 6/10. وزي ما شايفين بقينا ريتنج 1429. فايضا من الماتش الرابع أو التالت. 3 شهور اهوت.
مانشستر يونايتد 3114 يعرف، ولا تشكيلة قوية جدا برضه. وملاحظة يا جدعان التشكيلات كلها بقت قوية أصلا يعتبر. فدي الأسهم بتاعتنا، يعني ما أعتقدش إننا هننزل حد. فكل أسهم طبعا في أسهم كتير عالية على الدكة، ولكن احنا محتاجين نلعب بالتشكيلة الأساسية ديت. فزي ما نشوف الخصم معاه بيريز، فودن، دي بروين، بيلي، روديجر، ودي الدكة بتاعته معاه فينيسيوس وتشاومين، يعني تشكيلة كويسة في غالبا على الماتش. الكرة الأولى عرضية وروديجر يشيل، وجورجينيو والتسديدة السهلة جدا يا تشيك، مش عارف ازاي ما صدتهاش، والهدف الأول للخصم. كورة بيكن باور مقطوع، ليفاندوسكي لصلاح، صلاح والهدف الأول في فيديو اليوم، صلاح والهدف الأول في فيديو النهاردة يا جدعان، والاحتفالية الأسطورية. فدلوقتي بقى يا جدعان هنعمل تبديلات. نزلنا ميسي مكان بلينجهام، وكمان ويليامز مكان نيمار. ننزل مين تاني؟ كولو مواني مكان امبابي، وكمان هالاند مكان ليفاندوسكي. ف يلا بينا يا جدعان نكمل الماتش. فزي ما شايفين يا جدعان الماتش انتهى بنتيجة 2-1 بهدف من صلاح، هدف الفوز. يعني كان ماتش حلو برضه يا جدعان بصراحة، وصلاح هو اعتقد هو نجم المباراة. نشوف كده بالظبط يا جدعان، صلاح هو نجم المباراة، يعني لازم يكون نجم المباراة. زي ما شايفين بقينا ريتنج 1459، فحاجة أسطورية. وطبعا يا جدعان صلاح الكارت دوت لعبنا بيه 13 ماتش. زي ما شايفين الأرقام بتاعته، جايب 6 جوان و4 أسيستات، يعني 10 مساهمات في 13 ماتش. فصلاح يا جدعان الكارت ده أسطوري أسطوري أسطوري. عاوز تلعبه ار ام او ار دبليو، لعبه ار دبليو عادي جدا. لو بتلعب بخطة فيها ار دبليو هتلعبه، هيقدم معاك برضه. ار دبليو ار ام صلاح كده كده اسطوره. فتقييم الكارت دوت هو 9/10 بصراحة، يعني كارت رايق يا جدعان. فبس كده يا جدعان، ده كان الفيديو النهارده. عجبني متنساش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. تشوفوا فيديوهات جاية كتير ان شاء الله يا رجالة، والسلام عليكم.